في واحد الزمن اللي ولات فيه القضايا سلعة وباعوا فيه حتى الكرامة. كاين أرض هزاز الدم كيسقيها ومنساتش أنينها. هاد الأرض اسمها فلسطين. وهاد القصة ماشي فقط ديالها ولكن راه ديالك حتى انت. فلسطين وبالضبط القدس هي تاريخ الحرمين وأرض الإسراء والمعراج. قال تعالى في سورة الإسراء الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. علاش في نظرك كيعظمها اليهود والمسيحيين والمسلمين؟ حاجة باينة، لأن أرض الأنبياء والملاحم صلى فيها الأنبياء ودافع عليها الصالحون وسكنها سيدنا إبراهيم وبنى فيها سيدنا سليمان عليهم السلام. قبل 1948 كانت فلسطين بلاد غنية بالحضارة، فيها يهود ومسلمين ومسيحيين كتعيشوا بيناتهم في سلام. ولكن مع بداية الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر بدأت المؤامرة. في وعد بلفور سنة 1917 بريطانيا وعدت الصهاينة بأرض ما كتملكهاش. من بعد الاستعمار البريطاني مهد الطريق وساهم في تهجير الفلسطينيين. في سنة 1948 هنا بدأت النكبة، تأسيس الكيان الإسرائيلي وطرد مئات الآلاف من السكان الأصليين لفلسطين. ومن ثم بدأوا المجازر، الحروب والحصار حتى الاستيطان وبزاف تاع الحوايج آخرين. كلشي مخطط ليه وكلشي مازال كيتنفذ. أما اليوم كاينة مقاومة، كاينة معاناة، وكاين صمود أسطوري. وفي نظرك علاش فلسطين هي قضيتي وقضيتك؟ أولا لأن قضية عقيدة ماشي حدود. الأقصى ماشي مجرد بناية، هو رمز الأمة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى. روي في صحيح البخاري. ثانيا لأن الظلم إن سكتنا عليه اليوم سوف يطرق بابنا غدا. فكل دمعة في غزة توجد فيها قصة إنسان محروم من الأمان والحرية وحتى الكرامة. وأخيرا لأن دعم فلسطين ماشي اختيار، بل فرض على كل مسلم، سواء بالسلاح أو بالصوت وبالدعاء كذلك وبالمقاطعة وحتى بالتوعية، كل شخص وقدراته. وفي الأخير فلسطين ما كتموتش لأنها كتحيا فينا. وماذا في كيف العالم الناس بحالكم كيعرفوا الحقيقة، فرا القضية باقي فيها أمل. تكلم، وعي، شارك، ما تبقاش ساكت، لأنك اليوم جزء من المعركة. كان معكم آدم، وهذه قناتي لمساعدتكم على تطوير من أنفسكم. سلام.